ولا الطريقه رقم 3 اللي هي الاكاديمي. تمام تمام. ده اكاديمي طبعا. تمام. زي كلكم طبعا دلوقتي عايزين تعرفوا الاكاديميه ايه هي، وده اللي انا هعمله معاك دلوقتي. خلينا نبدا مع بعض واكلمك عن الاكاديمي اللي انا بدات معاها في 2020 والناس اللي انا بدات معاهم، والحمد لله الناس دي كل يوم بتطور من نفسها وبتشتغل على نفسها اكتر واكتر بحيث تقدم لكل الشباب من جميع الاعمار السنيه المختلفه وجميع دول العالم ومحافظات مصر حاجه محترمه جدا في تعليم التريدنج. لكن ما انا جاي اكلمك عنها النهارده اسمها تريدنج ميكر. من هي تريدنج ميكر دي يا شباب؟ دي اكاديمي تعليم مالي اماراتيه مقرها في الامارات، ولها طبعا فرع اداري هنا في مصر في التجمع الخامس. الاكاديميه بتاخدك تعلمك مجال التداول من اي تو سي. بتقدم لك شويه خدمات هكلمك عنها دلوقتي. اول حاجه التعليم المالي. النقطه رقم 2 بتعديك كورسات انجلش. النقطه رقم 3 بتوفر لك جروبات توصيات. النقطه رقم 4 بتوفر لك حاجه اسمها اللايف ستايل. النقطه رقم 5 بتوفر لك فرصه بيزنس. النقطه رقم دي كام؟ 5. النقطه رقم 6 دي كورسات ديجيتال ماركتنج. النقطه رقم مش عارف كام 8 ولا 7 انها كمان بتدي كورسات السيلز والمبيعات. طب تعالى كده نشوف الاكاديمي دي ونشوف الويب سايت بتاعها عشان تكون عارف الاكاديميات دي بتوفر لك ايه والدنيا معاها ماشيه ازاي. خلينا نكتب كده او نروح لتريدنج ميكر زي ما انت شايف كده. ده بيكون شكل الويب سايت بتاع الاكاديمي. لو الويب سايت ظاهر قدامكم يا شباب اكتبوا لي كلكم في الشات الويب سايت ظاهر قدام الناس كلها. عرفوني طيب عشان اتاكد ان الشاشه واضحه للكل. تمام حلو قوي. لما تيجي تبدا معانا انت بيكون عندك اكونت على الويب سايت بتاع الاكاديمي زي ما انت شايف كده. بيكون لك زي متجر كده الكتروني انت شايف في الحاجات دي كلها. تعالى قبل ما ندخل وننزل نتعمق ونفتح الويب سايت تعالى نشوف الداشبورد بتاعت الويب سايت من بره عامله ازاي. زي ما انت شايف كده دي كل حاجه تخص الاكاديمي، الامتيازات بتاعتها، الفيجن بتاعتها هي رايحه لفين. وطبعا بتقول لك empowering traders for success ان احنا بنأهل الشباب ان هم يكونوا ناجحين في التريدات بتاعتهم. تمام. وعندك بروفيشنال سبورت بيكون موجود معاك هنا. طبعا بيقول لك انهم عندهم اكتر من 10400 طالب بيتعلموا معاهم مجال التداول وازاي يسهلوا بالنسبه لهم موضوع التداول. تعالى كده تبص عندك كمان الكورسات اللي موجوده للاكاديميه توفرها لك. عندك حاجه اسمها الديجيتال ماركتنج، ازاي تكون شخص بتعرف تشتغل في الديجيتال ماركتنج. من هنا يا شباب شايف الناس اللي على السوشيال ميديا مكسرين الدنيا والانفلونسرز والناس اللي عندها ويب سايت ونفسه في يوم من الايام يكون واحد فعلا بلوجر او نفسه حد يكون ازاي يسهلوا بالنسبه لهم موضوع التداول. تعالى كده تبص عندك كمان ويعرف يسوق الكورسات اللي موجوده للاكاديميه احنا بقى هنكون موجودين معاك خطوه بخطوه وبنعلمك ازاي تشتغل على الديجيتال ماركتنج بالطريقه المبسطه والطريقه السهله دي. عندك كمان كورسات التريدنج هنعلمك ازاي وانت ماسك الموبايل بتاعك تعرف تطلع ارباح من التداول. تعرف تمسك كده الموبايل بتاعك طالب مساعده وتشتري وتبيع وتعمل في مجال التداول عن طريق خبراء في المجال من اتقل الناس اللي موجوده في مصر والشرق الاوسط. تعالى كمان عندك كورسات السيلز. من هنا عارف الانفلونسرز عمرو راضي، محمد فرج، مش عارف اروى، مش عارف مين. الناس دي كلها هقول لك الناس دي بتعمل ملايين سنويا، والله ملايين. من اكتر الناس اللي بتعمل فلوس في مصر هنا دلوقتي الانفلونسرز والبلوجرز. ليه؟ لان ببساطه الناس دي بتعرف تاثر في اللي حواليها. يعني هنا هنعلمك كورسات البيع، ازاي تبقى شخص بتعرف تبيع، ازاي تكون شخص معروف على السوشيال ميديا. ده احنا هنديك كورسات على السوشيال ميديا، ازاي تعرف تكون مؤثر في الافلام اللي حواليك. كل ده هيكون معاك من ضمن الكورسات اللي موجوده. عندك كورسات، هيكون عندك كورس انجلش مع حد من اتقل الناس اللي موجوده في مصر والوطن العربي، من اشهر الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا بالانجلش. حد هنا يا شباب يعرف حد اسمه مستر مصطفى عاطف؟ مين هنا يعرف حد اسمه مستر مصطفى عاطف؟ اكتبوا لي في الشات. تمام تمام. الراجل ده لو انت ما تعرفش مين مصطفى عاطف اكتب على جوجل او اكتب على الفيسبوك او الانستجرام اكتب مستر مصطفى عاطف هيطلع لك مين مصطفى عاطف. الراجل ده من اتقل الناس اللي موجوده
يتعلم انجليزي. تيجي نسمع له فيديو مع بعض واحنا قاعدين كده مع بعض. شوف الراجل ده قوي ازاي في مجال الانجليش. بالنسبه لي بص، انا الانجليش بالنسبه لي عباره عن تورتايه، والله زي ما بقول لك كده هو تورتايه. كل ما تحفظ فوكاب كتير كل ما يكون عندك تورته اعلى وتورته كتيره طبقات كتير. كل ما تعرف جرامر صح كل ما تقدر تحط الطبقه الاولى فوق الثانيه فوق الثالثه فوق الرابعه وهكذا. كل بقى ما انت هيبقى عايز التورتايه بتاعتك شكلها حلو كل ما تتعلم النطق اللي هو الفوناتكس والبرونسيشن والكلام ده كله. عايز تحط بقى مانجا وتشوكليت وكريمه والحاجات دي كلها يكون عندك اكسنت كويس. وانا بفضل الامريكان اكسنت، عشان كده انا بعمل لك كورس الامريكان اكسنت النهارده. والكورس ده من خلاله انا بوريك كل مواضع الاصوات اللي ممكن تخطر على بالك، اللي ممكن تخليك تقول بدل ووتر تبقى واتر، ليتر تبقى ليتر، كمبيوتر تبقى كمبيوتر، توداي تبقى توداي، تونايت تبقى تونايت، وتوجذر تبقى توجذر. وتخليك كمان تقول بدل وات ار يو دوينج تبقى وات ار يو دوينج، او عايز تقول he is not going to go with her تبقى he's not gonna go with her. كمان بعرفك ازاي تعرف الحروف السايلنت، ولو عايز تربط بقى كلمتين ثلاثه مع بعض تعمل جمله قصيره بعد كده بنكبر الجمله اكتر واكتر. كمان بعلمك التون والانتونيشن، ازاي تعبر بتون وانت فرحان وانت زعلان وانت متضايق، لان كل ده بيفرق مليون درجه في الانجليش بتاعك. انا مصطفى عاطف، مدرب انجليش ومؤلف كتب تعليميه، شغال في المجال ده بقالي اكثر من 8 سنين، عندي اكثر من 3 مليون فولورز على السوشيال ميديا، درست اكثر من 60,000 طالب، والنهارده بدرس لك كورس الامريكان اكسنت. هيكون عندك كورسات جرامر، هيكون عندك كورسات زي ما بنقول كده علم الفوناتكس او علم الصوتيات. خلينا يعني شرحه باين عليه حلو. من هنا يا شباب حاسس ان هو بعد ما سمع الراجل ده ان عمره ما اتعلم انجليزي في حياته. يعني الناس اللي قدامي دي كلها ناس مخلصه ثانويه عامه وجامعات تقريبا. يعني انت مرحله الانجليزي في حياتك. يعني خليني اسالك سؤال، انت حسيت تمام؟ الراجل ده كان جاي معايا، كنا مع بعض في الغردقه ما كان لسه بيبدا معانا. وطبعا انا جاي معانا كنت واحد مقفل ثانويه عامه او في الثانويه العامه كنت جايب درجه محترمه في الانجليزي يعني. فانا من طبعي من صغري بحب الانجليزي. فجاي بتكلم معاه حسيت ان انا بتكلم انجليزي مصادر. والله انا مخلص كليه علوم وحاسس ان انا والله حسيت انا معايا لسان اداب علم نفس واجتماع. يعني اصلا شغلي ده ملوش علاقه باللي انا درسته في الكليه، بس انا طبعا بحب الانجليزي. فلما سمعت الراجل ده انا فعلا والله العظيم انا حسيت ان عمري ما اتعلمت انجليزي في حياتي. فانت فعلا انت مع الراجل ده هتتعلم ازاي تتكلم انجليزي امريكي، ازاي هتكون امريكي بمعنى اصح، تكون معاك خطوه بخطوه وهتعرف التفاصيل دي كلها. تمام؟ طيب تعال نكمل اللي كنا عملناه على الويب سايت. دي الكورسات قلنا اللي هتلاقيها موجوده عندك. تعالى كده بس، عندك اورجانيزيشن اسمها جيم اونرز. زي ما شايفين كده بيقول لك اباوت جيم اونرز. دي الاورجانيزيشن او المنظومه اللي مسؤوله عن تريدنج ميكر. المنظومه دي بتساعدك تخليك بتاخدك كده من الصفر، تخليك توصل لمرحله الاحتراف في مجال السيلز والماركتنج والتسويق والمبيعات. ازاي تبقى كوتش، ازاي تبقى ليدر، ازاي يبقى عندك تيم، ازاي تقود التيم ده. المنظومه دي الناس اللي موجوده فيها عندهم خبره اكتر من 12 سنه، وعندهم اكتر من 7000 كلاينت بيعلموه، او 7000 عميل موجود معانا. هتتعلم منهم او هتتعلم من الاورجانيزيشن دي ازاي تبقى كوتش وازاي تبقى ليدر ومسؤول عن الحاجات دي كلها. مستر مصطفى عاطف هيكون موجود معانا في الانجليزي، ما تقلقيش. تمام؟ تعالى كده كمان، يعني زي ما انتم شايفين كده الخطوات اللي هتمشي فيها معانا في البيزنس. بيقول لك ستيب 1 انك تعرف تبدا معانا في الاكاديمي، وهقول لك ازاي هتبدا معانا دلوقتي. الستيب 2 انك هتبدا تتعلم معانا المجال، وهتبدا تشوف الخدمات والكورسات اللي موجوده عندك دي كلها. كل الكورسات اللي موجوده هي كورسات بتاهلك لسوق العمل. انت النهارده اول ما بتخلص كليه بتطلع تلاقي شغل، ولا بتروح الاول تسال على شغل؟ بيقول لك ده انا عايز واحد عنده خبره، عايز واحد معاه لغه، عايز واحد بيعرف يشتغل برمجه، عايز واحد بيعرف يبيع، عايز واحد بيكون متكلم. النهارده مفيش حد بيخلص كليه بيلاقي شغل، مفيش حد النهارده بيشتغل اصلا بالكليه بتاعته. فانت النهارده هتخلص الكليه او الجامعه بتاعتك، للاسف هتتصدم بالواقع. انت هتشتغل حاجه مالهاش علاقه باللي انت درسته اصلا. فانت النهارده كل الكورسات اللي موجوده هي بتاهلك لسوق العمل. لو انت حابب تشتغل بره هيكون معاك انجليزي تشتغل في كول سنتر عادي جدا. لو انت النهارده اتعلمت في تريدنج هتعرف تطلع فلوس من الموبايل بتاعك. لو انت النهارده اتعلمت سيلز هتعرف تبيع، تقدر تشتغل في اي مكان في العالم وانت بتعرف تبيع. لو النهارده انت اتعلمت سوشيال ميديا وديجيتال ماركتنج تعرف تمسك اكونتات في شركات. فانت النهارده ستيب 2 انك هتتعلم معانا، ستيب 3 انك هتبدا تطبق، ستيب 4 بقى انك هنا هتبدا انك تكسب معانا عن طريق التعليم اللي انت اتعلمته. كل ده بيكون
لك موجود معانا في تريدنج ميكر زي ما انت شايف كده، بتسجل بياناتك وبيكون لك اكونت جوه الاكاديميه من جوه. طيب تعالى نرجع للبي دي اف، نرجع تاني للنوت اللي كنا بنشتغل عليها. طيب يا كوتش التعليم المالي عندنا بيتقسم لايه؟ انا عرفت ان انا هتعلم معاكم. التعليم بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عندك تعليم، بيكون عندك، تسلمي لي يا ندى ولا يا دودي ايا كان بقى، بيكون عندك تعليم عن طريق فيديوهات مسجله، عن طريق كتب، عن طريق فيديوهات لايف. ده تعليم التداول. بيبقى عندك فيديوهات مسجله مبسطه تقدر تتعلمها على الويب سايت وتكون موجوده معاك. بيكون عندك كتب تعليميه بتقعد تشوف الكتب دي وتقعد تتعلم منها، بس للاسف انا في العربيه معيش كتاب، لو كان معايا كتاب كنت وريته لكم. بيكون عندك كمان فيديوهات لايف مع الخبراء يومين في الاسبوع، بتقدر تطلع معاهم لو في حاجه ما انتش فاهمها، زي ما انا وانت كده قاعدين مع بعض في الميتنج ده، بنقدر ان احنا نتناقش مع بعض وانت بتكتب لي في الشات وانا برد عليك. طيب كورسات الانجليش اتكلمنا فيها، بيكون معاك مستر مصطفى عاطف، وطبعا الديجيتال ماركتنج والسيلز قلناها. طب ايه حوار التوصيات ده يا كوتش؟ اي حد هنا شباب بيجي يبدا معانا مجال التداول، اما بيجي يبدا المجال بيبقى نفسه يكسب. مين هنا نفسه يكسب ويعمل فلوس ولسه بيتعلم؟ يعني دي كان سبب من الاسباب اللي خلانا بدات المجال ده مع الاكاديمي. تمام تمام، كلنا والله العظيم تمام زي الفل. جميل جميل جميل. انا لما جيت بدات المجال ده قلت للكوتش اللي انا بدات معاه اللي هو صاحبي، بقول لك ايه، انا على التزامات كل شهر، انا هسيب الشغل اللي انا بشتغله ده وهكون متفرغ للمجال ده بس. والله هتعلم في شهر، هتعلم في شهرين، هتعلم في 3 شهور، يا عم انا براحتي، هاخد وقت في التعليم ما عنديش مشكله. بس الفكره بالنسبه لي، انا عايز يا احمد او يا مصطفى او يا ايا كان، انا عايز اعمل فلوس وانا بتعلم. قول لي في حاجه فعلا هتخليني اعمل فلوس ولا لا؟ قال لي يا احمد على فكره احنا عندنا حاجه في الاكاديمي اسمها السيجنالز والتوصيات. عندنا خبراء يا احمد شغلتهم ان هم قاعدين قدام الشاشات بيحللوا السوق ويبعتوا لك يا ابو حميد صفقات جاهزه، كل اللي عليك انك تاخدها كوبي بيست في الاكونت بتاعك